بسم الله الرحمن الرحيم وبه ونستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق وخاتم الأنبياء والمرسلين. أعزائي المشاهدين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وكل عام وحضراتكم بخير. طبعا احنا من عشاق نادي الأهلي الجميل العريق، وإن شاء الله هنجيب لكم كل ما هو جديد عن نادي الأهلي، وعن الاخبار الجديده الطازه اللي بتجيلنا من قلب الحله. طبعا امبارح كان في ماتش جميل قوي قوي بين فريق الاهلي وفريق فيوتشر، وكان الاهلي مستحوذ على المباراه بنسبه 70%. حتى المدرب اخونا كولر بعد انتهاء المباراه، اخونا كولر اعلن صريح في المؤتمر انه كان زعلان من الفرص اللي اهدرها فريقه، كان ممكن يجيب واحد واثنين وثلاثه، بس طبعا ما كانش فيه توفيق. واعلن ان هو زعلان من فريق فيوتشر بسبب انه بيضيع في الوقت، وطبعا ده طبعا لانه فاقد السيطره قدام فريق الاهلي، لان طبعا الاهلي فريق يفقد اي حد سيطرته، وكان عاوز يختم اللقاء انه يطلع بالتعادل السلبي. خبر جديد بتظهر، طبعا اخونا كولر بيدور على مهاجم شرس يكون مع الاخ كهربا والاخ محمد شريف، ويقال ان في لاعب من فريق يانج افريقيا، لاعب هداف وشرس جدا وماكينه اهداف وملقب بهابلاند افريقيا. هاي هلندا افريقيا. هو ده لعيب جميل قوي قوي قوي، وهداف البطوله الكونفدراليه. هو لاعب حلو قوي 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 وبفلوس كتيره، فان شاء الله يعني ربنا يوفق كولر الى ما يحبه ويرضاه، وكل ما جديد في الاخبار الكرويه ان شاء الله هنجيبها لكم، وانتظرونا. واحنا معاكم على الهوا اهوت من الاستوديو بتاع اخوكم جمعه شو، ولحظه بس نشرب ميه واحنا معاكم. ومعانا خبر تاني جديد عن الحاج فرج عامر، رئيس نادي سموحه، اعلن عن ضم حسام حسن مهاجم الاهلي لفريقه سموحه، وتفعيل بند شراء الاخ خالد عبد الفتاح للاهلي لمده 5 سنين. ومعانا فيديو للكابتن محمد عبد الغني لاعب فريق الزمالك، اسمعوه وقولوا لي ايه رايكم. لحظه على ما تسمعوا الفيديو وانا معاكم. مين خاوي صاحب العربيه دي؟ ليه صاحب العربيه؟ لا ليه كده؟ امبارح سمعنا حاجه غريبه جدا. خناقه قامت بين رئيس نادي الزمالك وبين اللاعب محمد عبد الغني، سواء كانت الخناقه دي في مواجهه مباشره او غيبيه، مش ده الموضوع، لكن بسبب ركنه العربيه. يعني تخيلوا لما يبقى رئيس النادي ولعيب في النادي في خناقه بينهم او حساسيات بينهم او تراشق او زعل او غضب او قمصه او اي حاجه، احسبها اي حسبه يعني، فيستدعم التمرين عشان يشيل عربيته عشان يحط عربيه رئيس النادي. ما شفتهاش قبل كده، وانا مش مندهش على فكره يعني، ومش عايز اكبر الموضوع، بس ده بيديك انطباع عن العلاقات اللي بقت فتره اللي بين لعيبه الزمالك واداره الزمالك. يعني انا النهارده لما يبقى حد عندي، انا ممكن اسيب الموضوع لغايه بعد التمرين لما يخلص هاتولي محمد عبد الغني، يا ابو حميد المكان ده بتاع رئيس النادي كذا كذا كذا، مش هيعملها تاني محمد عبد الغني. انما تبقى حدوته وقصه ويروح يجري بتاع الامن وبتاع واوسوريو ولا اوزوريو الراجل بيمرن واللعيب يجي عشان يشيل العربيه وتحصل ازمه ويقولوا لهم ما يركنوش هنا تاني، بقت حدوته بتديك انطباع مش حلو. وعلى فكره الراجل اوزوريو اتضايق جدا وخرج حتى من التمرين، بيقول لك من غير ما يغسل وشه، خرج من التمرين روح. وطبعا يعني اللي شفناه من الفيديو حاجه ما تستاهلش الغضب من رئيس النادي الكابتن مرتضى منصور. الراجل ركن العربيه بتاعته قدام الاتوبيس الفريق في الباركنج. ايه المشكله يعني؟ ايه المشكله؟ يعاير الراجل انه احنا كنا جايبينك بتوك توك، ويخلي اللعيب اعصابه انهارت
هو قبل كده عاير اللي الكابتن عبد الله فتوح ولا فتوح جمعه انه كان بيشرب نسوان او طب ما ينفعش الكلام لما انت تفضح لاعبينك. ازاي لعبوا معاك يا عم مرتضى؟ ازاي الناس اللي هتلعب معاك؟ فطبعا الزمالك فريق جميل بس للاسف نفسيتهم متلعبكه من الملوخيه والباميه. اللعيبه رجلها مبوشه. ما ينفعش طبعا فريق الزمالك له كل الحب وكل الاحترام، ولازم تعامل لعيبتك حلو عشان اللعيب ينزل الملعب يبقى نفسه جميل ونفسه زي العسل. وصراحه ان شاء الله احنا على تواصل معاكم دائما، وانا معاكم اهوت ان شاء الله. ومعانا فيديو للاعلامي هاني حتحوت اللي تملي يلعب في راس الكتكوت، واللاعب الجميل امام عاشور. اسمعوه وارجع لكم بعد ما تسمعوه. إمام عاشور تخلف عن الانضمام لمعسكر ميتلاند الدنماركي الذي بدأ الاثنين الماضي لعدم رغبته في العودة لصفوف الفريق مجددا. هناك حالة من الغضب الشديد تنتاب مسؤولي ميتلاند ضد إمام عاشور بسبب تخلفه عن المعسكر، حيث يفضل استكمال مشواره خارج الفريق، وهناك مشاورات داخل النادي بحسب معلوماتنا لإصدار بيان لشرح غيابه. هيقولوا للناس يا جماعة اللعيب ده ما جاش. ميتلاند أرسل إنذارين بالفعل لإمام عاشور بسبب تخلفه، وقد يكون التحرك التالي هو تحرك قانوني من اللاعب منقطع. إمام من جانبه يرى أن الحياة في الدنمارك وتحديدا ميتلاند صعبة ويريد الرحيل والعودة إلى مصر. على مستوى الأهلي ندخل بقى على الأندية، فاللاعب لا يزال هدفا للفريق الأحمر بعد موافقة السويسري مارسيل كولر على ضمه. وطبعا الفيديو مبين نفسه. يعني اللاعب هو كان بيلعب في الزمالك وجاله عقد بره في الدنمارك، ولسبب ظروف ما مش قادر يعني يتماشى مع البلد مع الفريق مع اللغه. كل واحد اضرب نفسه. بس انا بوجه له رساله يا عم امام، يا عم امام حد يقول احتراف بره في اوروبا، حد يجي له اعتراف بره في اوروبا يا راجل ويفضل قاعد هنا يا راجل. ده انا نفسي اسافر امستردام ان شاء الله احش هناك للغربان. انا بصراحه انا بلومك على الموضوع ده وهترجع تندم يا امام. انا هترجع تندم تاني يا عم. سيبك بقى، ده احنا زهقنا بالمحشي بره. العيال سمباتيك وهيبقى فيها دولارات ويورو وطبعا معروض عليه يلعب مع الاهلي ومريض يلعب في بيراميدز. وطبعا انت لازم تحسن دماغك يا امام، لان الفرصه ما بتجيش الا مره واحده. اسمع مني يا حبيب اخوك، الفرصه ما بتجيش الا واحده. انت لازم تخليك راجل ريلاكس كده وخليك اعرف قرارك فين، ما حدش هينفعك. انا شايف ان انت كنت اخترت اوروبا احسن، عشان اوروبا فيها يورو ولا فيها يورو. واحنا طبعا في نهايه الفيديو بنشكركم على حسن الاستماع وتحياتي لحضراتكم، وارجو من حضراتكم اشتراك في القناه وتفعلوا له الجرس، عشان انا والله العظيم انا بحبكم، ولولا حبكم ده ما كنتش هبقى في وسطكم. اني انا راجل يعني راجل على الله، والقناه تعود المصدر الاول لدخلي والله العظيم، وربنا يعلم على كل ما اقوله. وانا بحبكم في الله، والسلام ختام، وان شاء الله هنتقابل بكل الحب وبكل الاحترام. تحياتي لكم جمعة شوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.